السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو شايفيني وسامعيني، اكتبوا كومنت علشان نبدأ. السلام عليكم، حد سامع؟ آه مش عارفة. حد سامعني شايفني؟ السلام عليكم. لو حد سامع صوتي شايفني، اكتبوا كومنت عشان احس بس ان انا مش لوحدي يعني كده في الفيديو. منورة بيكو يا عسلات. طيب تمام، نبدأ ولا نستنى شوية؟ الفيديو النهاردة يبقى شيق جدا. هنتكلم، طبعا شايفين العنوان، أيام من حياتي ضيعتها على الفاضي ولا على الفاضي ضيعتها. طبعا احنا هنعتذر لعم حسين الجسمي ونشتغل بقى ايه، شغل تغريد إحسان بقى. هنتكلم على ازاي لما بنمر بمشاكل في حياتنا، وازاي استنى عشان صدقت اسرب ولادي وما شاء الله برضو مش سايبيني في حالي. آه نبدأ يا أمل بإذن الله. طيب، كتير كتير جدا جدا في الاستشارات بتجيلي البنات جملة يعني على طول في لسانهم، اني انا ضيعت عمري على الفاضي، انا ايام من حياتي وانا ضيعتها وما اعرفش ايه. الجملة دي كتير بتتردد، يعني ضيعت عمري على الفاضي دي كتير بتتردد. لما بسمع البنات بتقولي كده، انا بقول لها انا مقدره مشاعرك ومقدره الظرف اللي انت مريتي بيه، حاسه باليأس والاحباط وكل المشاعر الوحشه اللي انت مريتي بيها، لان اكيد كلنا بنمر يعني بنمشي في طرق، والطرق دي احنا بنبقى محتاجين ان احنا نوصل فيها لحاجة معينة وما بنلاقيهاش في الاخر، او علاقة معينة كنا عايزين نمشي فيها بطريقة معينة وفي الاخر ما حصلش اللي انا عايزاه، او توقعات فوق توقعاتي وفي الاخر احبطت، حد خذلني، حد عمل فيا موقف ضايقني. كل الحاجات دي كلها احنا ما بنبقاش متوقعينها، فبالتالي لما بتحصل واحنا بنكون مقدمين الخير كله للي قدامنا، فبنحس باحباط ويأس وزعل، وبنحس ايه ده، يعني انا ضيعت العمر على الفاضي وانا حسيت ان الوقت كله عدى وما اعرفش ايه، وكل بقى الحاجات دي كلها. تمام. الفكرة كلها ايه؟ الطبيعي طبيعي ان انا همر بالغضب، بالحزن، بالقلق، باليأس، بالثورة، بكل حاجة، بالبكاء، بكل حاجة، كل المشاعر هتمر بيها. تمام. بس الفكرة بقى، هل انا هطلع من التجربة دي فاضية؟ لا. ده اللي ما ينفعش ان انا امر بيه بقى. يعني انا اديك الحق انك انت تعملي كل حاجه، كسري وزعقي وعيطي وصرخي وقولي كل حاجه، لكنك انت تطلعي من التجربه دي فاضيه؟ لا. ايه بقى اللي احنا هنتعلمه النهارده؟ هنتعلمه ازاي نطلع من التجارب السلبيه او العلاقات السلبيه بحاجه مفيده لينا، او ان حاجه احنا هنتعلمها لنفسنا قدام. ماشي. طبعا لازم نحط قدامنا الآية القرآنية مهمة جدا، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني احنا أصلا عايشين في الحياة دي في كبد، وحياتنا عمرها ما تبقى وردية، وحياتنا مليانة مشاكل ومليانة صراعات ومليانة خناقات. حياتنا لازم عمرنا ما هنغيرها، بس اللي يفتكر ان الحياة هتمشي على خط مستقيم جميل وردي، لا.
ده كده هيبقى عنده مشاكل كبيره جدا، لان في ناس حقيقي عندها سلام داخلي وبنات جميله حقيقي لما بقابلها بتصعب عليا، ببقى نفسي اقول لها يا حبيبتي الحياه مش جميله زي ما انت شايفه كده. فدول بيعيني بياخدوا خبطات ورا بعض ورا بعض ورا بعض على دماغهم، لغايه ما فعلا فجاه بيحسوا ان الدنيا سودة والدنيا وحشه. لكن احنا من دلوقتي لازم نبقى عارفين ان الدنيا هي خلاص احنا عايشين في كبد، عايشين في مشاكل، في صراعات، فلازم اتعلم من مشاكلي واتعلم من صراعاتي واتعلم من خناقات واتعلم من كل حاجه علشان ابقى قويه بقى. لما بقول لها ما تطلعيش، ما ينفعش تقولي طلعت من التجارب دي على الفاضي او وقت ضيعته على الفاضي. ليه؟ لان انا لازم ابقى ماليه بطاريتي بخبره بحاجه مفيده، لازم ابقى مليت قلبي وعقلي وخبرتي ووعي وكل حاجه بالتجربه اللي انا مريت بيها. لازم حاجه اخدها تبقى ضد الصدمات اللي همر بيها بعد كده. ماشي؟ طيب انا بقى اعمل ايه؟ يعني ايه الصح اللي المفروض ان انا اعمله في الوقت ده؟ اول حاجه طلعي كل اللي جواكي. لما تيجي بنت تكلمني في الاستشاره بقول لها طلعي اللي جواكي، طلعيه بقى باي طريقه إن كانت، بكتابه، بفضفضه، بتسجيل صوتي. ماشي؟ بصراحة أنا أكتر حاجة بحبها كتغريد الكتابة والتسجيل الصوتي، مش الفضفضة وخلاص. يعني مش أنا أتصل على واحدة صاحبتي وأقعد أفضفض كده وخلاص، لأ. الفضفضة مش هتعلمك، اللي هيعلمك إنك تمسكي ورقة وقلم. امسك ورقه وقلم واكتبي كل مشاعرك اللي انت حاسه بيها دلوقتي في المشكله اللي حصلت معاكي دلوقتي. مش قادره يا تغريد، ده انا بنهار، ده انا كل ما افتكر الذكريات انهار. كل اكتبي. عارفه بالظبط زي ايه؟ زي لما يبقى مثلا رجليكي وبعد الشر مثلا طلع فيها حبايه كبيره قوي او خراج كبير قوي، هتفضلي سايباه في رجليكي وهو بيألمك وهو بيتعبك وعمال يكبر على رجلك كده وشايفاه يعني، ومش قادره تدوسي على رجلك ولا قادره تتحركي ولا قادره تعيشي ولا قادره تعيشي حياتك الطبيعيه؟ ولا تيجي على نفسك شوية وهحاول افتحه بالمشرط وهطلع كل اللي جواه والمدة اللي جواه لغاية لما بعد كده ابدأ اطهره وبعد كده صح؟ دي كلها مراحل بنمر بيها. هتحسي بألم وهتحسي بوجع وهتحسي بكل حاجة وكسرة نفس وقهرة وكل حاجة. عيشي كل المراحل بتاعتك بتاعت ما بقولش يعني اي واحدة تبقى عندها مشاعر اقول لها اجمدي كده انت ما ينفعش تمري، لا لا لا. لازم تدي نفسك مساحة، ما ينفعش تنهاري، ادي نفسك مساحة على كل حاجة عشان لما مشاعرك دي كلها تطلع المرحلة اللي بعد كده بقى انا هقف على رجلي قوية. لكن لما اكبت المشاعر وابين ان انا قوية، اعرفي ان انتي ما نسيتيش حاجة، انتي بس حطيتي شوية تراب مع اول موقف تاني فهيفكرك بالماضي هتنهاري وتقعي، هتفتكري القديم والجديد ومش هتعرفي تكملي حياتك. تمام؟ فانا لازم دلوقتي اعمل ايه؟ اعمل جبيره لقلبي. فالجبيره دي هتتعمل ازاي؟ ان انا امسك ورقه وقلم اكتب فيها كل حاجه مزعلاني، اكتب فيها كل حاجه مضايقاني، كل حاجه وجعاني، ال كل حاجه. عارفه اللي هو ايه؟ اي موقف عدى عليك اكتبيه. ماشي كده؟ طيب وبعدين يا تغريد بقى المرحله اللي بعد كده اقعد بقى مع نفسي، اسيب الورق ده، سيبيه مثلا 3 4 ايام، سيبيه 3 4 ايام تكوني حتى كمان خرجتي المشاعر السلبيه كمان اللي جواكي. يعني انت بداتي تتجاهلي وتنسي وتعملي وارجعي اقري الورق ده تاني. تمام؟ او ارجعي اسمعي الفويس نوت اللي انت سجلتيها على التليفون تاني، وقعدي لوحدك وتبقي في وقت انت رايقه فيه واسمعي تاني واقري اللي كتبتيه تاني وبالراحه وواحده واحده، وقعدي بقى مع نفسك كده. هل انا كان ليا عندي حق في الموقف ده؟ انا ايه اللي وصلني للي انا فيه دلوقتي؟ انا ايه اللي خلاني اللي انا عملته؟ في حاجه مهمه، حاجه مهمه احنا بنقع فيها قوي. لما حد بيغلط في حقنا بجري عليه واقول له انت ليه عملت فيا كده؟ ليه وجعتني؟ وليه سامعيني كده؟ اصل الصوت راح ورجع تاني. سامعيني؟ اللي سامعني وشايف اللايف رجع تاني اكتبوا كومنت عشان اكمل بس اللي انا بقوله. سامعيني؟ ايوه هو النت فصل ورجع تاني. سامعيني كده دلوقتي كويس؟ الو؟ سامعيني يا بنات كويس ولا في مشكلة؟
طيب تمام تمام، بتأكد ان اللايف رجع. خلاص، انا مش عارفة، انا اخر حاجة احنا تمام. الصوت بيقطع. خلاص هنكمل بإذن الله. تمام ماشي يا حبايبي. بقول بقى نقطة مهمة قوي 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 احنا بنقع فيها، اللي هي ايه؟ اللي هي ان انا اول ما حد بيضايقني بيجرحني بيوجعني بجري على طول واقول له انت ليه عملت فيا كده، انت ليه كسرتني، انت ليه وجعتني، انت انا عملت ضحيت عشانك، وانا 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 وانا. تمام. المشكلة ان دي اكبر غلط انا اعمله في حق نفسي. ليه؟ لان اللي وجعني هو عارف ان ده بيوجعني فوجعني، فانا هروح اساله انت ليه وجعتيني؟ رده مش هيعجبني، او هيسكت فهيسيبني الف حوالين نفسي، او هيقولك دوري والله واعرفي انتي عملتي ايه، حاسبي نفسك واعرفي انا ايه اللي خلاني عملتي معاكي كده. فهيدخلك في صراع نفسي اكبر وفي وجع اكبر يخليكي تقعي اكتر. لا، انت وجعتني او انت كسرتني او انت خنتني او انت جوزت عليا او انت عملت حاجه او صاحبتي غدرت بيا او اي حاجه وبعدت او هو بعد او خد جنب، طب خلاص انا بقى لازم ابقى قويه وبعد كده نبقى نتحاسب. لكن مش وانا ضعيفه اروح اقول له انت عملت فيا ليه كده، علشان انا هضعف اكتر وهعيط وهتوجع وهتألم وهمر بظروف وحشه جدا. لو انا مش قويه هفقد ثقتي بنفسي تماما 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 وهتكسر اكتر. تمام. لان حتى يعني أنا لو هنتكلم على العلاقات مع الرجاله، والراجل اللي يكسر ست يعني مراته او مثلا خطيبها او مراته التانية، ايا كان واحده ست، لما تيجي هي تتعيط وتقول له انت ليه عملت فيا كده، مش هياخدها في حضنه. فاهمه؟ هيطلع كبرياء وهيمنعه من حاجه زي كده وهيطلعه عليكي وانت في وقت موجوعه فيه. فما ينفعش ان انت تروحي تساليه. ده من الغباء على فكره، وما تزعلوش مني، من الغباء ان انا اجري على حد اقول له انت عملت فيا كده ليه. تمام. وما تسالوش واحد كذب عليكي انت كذبت ليه، عشان هيرد الكذبه بكذبه. فانا اهتم بنفسي واهتم بان انا اجبر كسر نفسي الاول، وبعد كده تعالى لي بقى اشوفك هتعامل معاك ازاي. تمام. فالنقطه بقى اللي هي الصح بقى اللي انا اعملها دلوقتي، ان انا هجيب كشكول هسرد فيه مشاعري. المشاعر دي بقى هقعد اسال نفسي اقول ايه الحل. ما هو انا بقى مشكلتنا في حاجه كمان، مشكلتنا في حاجه ايه؟ اني انا بقعد اجلد نفسي على اللي حصل زمان. ما ها اصلي انت عملتي وانت عملتي ولو ما كنتيش عملت. اوعي تجلدي نفسك، اوعي تجلدي نفسك على موقف حصل زمان بوعيك دلوقتي. وعيك دلوقتي تحاسبي يعني انت تحاسبي نفسك على الموقف اللي هيمر عليكي دلوقتي، لكن تحاسبي نفسك على حاجة عملتيها زمان بوعي زمان مش بوعي دلوقتي. وعي دلوقتي ده هتعلم منه عشان في المستقبل ان شاء الله لما يمر عليا موقف تاني هقدر ان انا اتصرف صح اللي احنا اتفقنا عليه. يبقى احنا بعد ما بنسرد مشاعرنا ونكتبها ونعيط ونزعل ونزعل وكل حاجه، هنبدا بقى نقعد مع نفسنا قعده صفا بقى. ما احنا كده قاعدين، انا لازم اصالح نفسي، ما ينفعش ان انا افضل اجلدها وازعلها وازعق لها وانتي. لا، انا لازم اقعد قعده مصالحه مع النفس بقى. خلاص ما تجلديش نفسك زياده عن اللازم، وانا اجبري بكسر نفسك وكلمي نفسك بالراحه وقولها انا عارفه ان انت مريتي بظروف صعبه، انا عارفه ان انت ما تستحقيش كل اللي حصل ده، انا بحبك. وانا كلمي نفسك كده على فكره، وطبطبي على نفسك ماشي. وعودي بقى مع نفسك، اقري اللي انت كتبتيه او اللي انت سمعتيه وشوفي ايه اللي وصلك لكده. هل انا ضحيت زياده عن اللازم؟ هل انا شلت ليله مش ليلتي؟ هل انا اديت حاجه هم فكروها حق مكتسب، ولما بقيت احط حدود نفسيه لنفسي او حدود صحيه لنفسي هم قلبوا عليا؟ ايه السلوك اللي انا عملته خلاهم يتجرأوا عليا بالطريقه دي؟ كل حاجه اسالي نفسك كل الاسئله، وكل سؤال هتسالي لنفسك هيبقى ليه اجابه، والاجابه لازم تحطيها قدامك عشان لما تمر بموقف تاني زي ده تتعلمي. تمام. انما ان انا اقعد اجلد في نفسي واعيط وازعل